خطأ من الدفاع، خطأ من الدفاع، والهدف الأول لمصلحة فريق وفاق سطيف بعد خطأ كبير يبدو لي من العفاوي، بعد كرة عرضية وتهتز المدرجات. العفاوي يسجل ضد مرماه في هذه الكرة العرضية، وفرحة كبيرة لعناصر فريق وفاق سطيف وبن موسى وأيضا غزالي. هدف جاء مبكرا في الدقيقة السابعة أو الثامنة من المرحلة الأولى. يتمكن فريق وفاق سطيف من الوصول إلى مرمى الحارس زماموش في هذه الأجواء الكبيرة بملعب الثامن ماي بعد خطأ من الدفاع. نشاهد اللقطة المعادة، الكرة العرضية موجودة من لمس الكرة وعبد القادر العفاوي إبعاد سيء للكرة، وكما يقال من نيران صديقة. العفاوي يتأسف على هذه اللقطة وهذه الكرة. طبعا هذه هي كرة القدم فيها الأخطاء بعد الضغط وبعد الكرة العرضية. خطأ من الدفاع ومن العفاوي سمح لفريق وفاق سطيف من فتح مجال التهديف مبكرا. فريق الوفاق حاول يعني عن طريق الكرات القصيرة ولكن لم يستطع إيصالها، وبالتالي حاول يعني عن طريق كرة طويلة مباشرة إلى الأمام، والهدف جاء عن طريق يعني خطأ. لم يكن هناك بناء يعني لعب منظم، ولكن هكذا الوفاق لم يستطع عن طريق الكرات القصيرة، وحاول عن طريق كرة طويلة عن طريق الجهة اليمنى، وتمكن يعني عن طريق الخطأ من تسجيل أول هدف. وأجواء كبيرة بمدرجات ملعب 8 ماي. نعم اسماعيل. معي خير الدين. من سيتفوق؟ هل سيتمكن جديات من إعادة الأمور إلى نصابها ويتمكن بالفعل جديات يتمكن من تعديل النتيجة قبل نهاية المرحلة الأولى بدقيقتين، وتعود الأمور إلى نصابها؟ وجمهور قياسي من أنصار اتحاد العاصمة تنقل اليوم إلى ملعب 8 ماي، وفرحة الأنصار وجديات وأيضا حميتي بهدف التعادل جاء في وقت حساس جدا. الوفاق سجل في وقت حساس جدا مع بداية المباراة في الدقيقة السابعة، والاتحاد يعدل في وقت حساس جدا في الدقيقة 43 من المرحلة الثانية. ننتظر ربما أن الأمور حسمت بالنسبة للمرحلة الأولى. فرحة جديات طبعا أمام فريقه السابق يعبر عن فرحة كبيرة من جديات. اللقطة معادة، جديات يتمكن من مباغتة الحارس بن خوجة رغم الارتماع من بن خوجة في اتجاه الكرة، ولكن سبقته الكرة لأنها كانت تسديدة قوية من جديات ليعبر عن فرحة. عودية دون مضايقة دون مراقبة، يتمكن من مباغتة الدفاع والحارس زماموش. عودية يتمكن من إضافة الهدف الثاني في وضعية جيدة في خفلة من دفاع فريق اتحاد العاصمة. يوجد نفسه عودية وجه لوجه أمام زماموش ويباغت زماموش ويتمكن من إضافة الهدف الثاني. سيناريو ربما لا يختلف عن سيناريو المرحلة الأولى، وتلهب المدرجات. عودية يبعث الدفء في مدرجات أنصار فريق وفاق سطيف بعد توقيعه للهدف الثاني، وفرحة هستيرية لهذا للاعب عودية الذي سجل الكثير من الأهداف الحاسمة مع فريق وفاق سطيف لحد الآن في البطولة الوطنية، في الوقت اللي بلال الزيري يحتج على مساعد الحكم يطالب بخطأ، والرؤية أصبحت صعبة على المعلق من غرفة التعليق نظرا للأهازيج واستعمال المفرط أيضا للشماريخ. اللقطة معادة، التمريرة ذكية من فاروق بن القايد دون مراقبة للكرة. عودية يضع الكرة في شباك الحارس زماموش. الهدف الحقيقة جاء نتيجة لخطأ. الخطأ كان سببه هو أن تنفيذ الركنية أربك لاعبي الاتحاد وأخرجوا الكرة، وعندما محاولتهم الخروج من منطقتهم كان رد الفعل سريع لفريق الوفاق، ولم يكن العناصر جميع العناصر يؤدوا في دور جيد، وهو اللي يخلي يعني المدربين يكتفيوا بوجودهم فوق أرضية الميدان في الوقت اللي كل بن موسى. attention et Zemamouche qui a sauvé Monsieur Benouza qui siffle un penalty à la dernière minute de jeu sur une faute de main et il va tirer son carton. Alors qui a fait cette faute sur le plongeon de Zemamouche? C'est un match vraiment un rebondissement à la dernière minute, le penalty. Ça a été tellement vite, on va voir l'action. On va revoir cette sur le action, centre. cette balle de là cet angle là on le voit pas du tout, et il
faudrait peut-être revoir, Sur un autre revoir angle. ça sous un autre angle. C'est Hamiti qui a pris le carton. C'est lui qui a été sanctionné. Il semble que c'est lui qui a touché le ballon de la main. En tout cas, Monsieur Benouza n'a pas hésité. Il a été directement vers le point de pénalty. Et on va revoir ça sous un autre angle. On va essayer de voir le plus net possible sur cette action qui est très difficile à juger. En tout cas, l'arbitre, lui, a été directement au point de pénalty. Oui, c'est qu'il était tout près. On va revoir si on peut revoir sur un autre angle. Alors, Zemamouche en face de Ben Moussa. Ben Moussa qui va être l'exécuteur de ce penalty. Et Monsieur Benouza qui demande à Ben Moussa de poser son ballon au bon endroit. Alors là, ça c'est un moment qui est très difficile pour les gens qui ont les nerfs à fleur de peau. Et là, il y a des gestes inutiles qui ne doivent pas être faits sur un terrain de football. Hein. Ah oui, il faut pas... Il faut jamais voir ces gestes-là. Il faut rester dans le cadre sportif, dans le cadre sportif, ce n'est qu'un match de football. Ce n'est qu'un match de football et c'est la dernière minute de ce match avec ce penalty accordé par Monsieur Benouza à l'entente de Sétif et le carton rouge. Pour 10, je crois. Je pense que c'est pour Smaïl 10. Hein. On va voir ça dans un instant. Monsieur Benouza qui a donné un carton rouge à 10 pour son geste. Et il sort, il accepte cette sanction. Voilà. En tout cas, c'est une fin de match vraiment terrible. Hein. Ce n'est jamais fini, hein, on l'a dit. Jamais, jamais, jamais. Et, tant que l'arbitre n'a pas sifflé, et même là, c'est pas fini encore. Ah oui. Il Ce peut... penalty, eh bien, il peut... Là, c'est entre Ben Moussa et Zemamouche. Voilà, c'est entre les deux. Et Ben Moussa qui s'élance et qui marque. Et qui marque le troisième but en pleine lucarne. Et qui donne la victoire à son équipe. L'entente de cette équipe. Je pense que M. Benouza va siffler la fin juste après. Ouais, je pense que c'est... Parce que là, je peux vous dire que c'est véritablement le délire dans les tribunes. Regardez, le public, les supporters de l'entente de cette équipe qui sont fous de joie après ce but. Et l'arbitre qui a sifflé la fin de la partie. Et le match qui se termine sur ce score de 3-2